والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إنها اليوم شهادة، إنها شهادة في بلد الأنبياء، إنها شهادة في مسكن العلماء، إنها رسالة إلى بلد العلم والجهاد. إنني أتحدث اليوم عن أم الدنيا، دعوني اليوم أتحدث عن مصر. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها، فما رأى الدنيا ولا الناس. هي أم البلاد، وهي موطن المجاهدين والعباد، قاهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلاد كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة، فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام وخفايا، منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة المجاهدين. إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة، فصنعت الكسوة من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وظلت كسوة الكعبة تصنع هناك في مصر سنة تلو سنة، حتى مرت أكثر من 1000 سنة، وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة، ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة 100 سنة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة، هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم، يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية. إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين، وذكرت الجهاد والمجاهدين، فصلاح الدين أقام بمصر وكثير من قواده منها، وأبرز المعارك مع اليهود قادها مصريون. إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر ومارية القبطية، ذكرت أخوال رسولنا وأصهار نبينا. لا، لن أشهد اليوم لمصر، فما مثلي يشهد لمثلها، بل سأخطب عن كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. سأتكلم عن أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. نعم، سأخطب عن أرض العز وعن بلاد العلم والقطن والبز. أيها المسلمون، ذكر الله تعالى مصر في القرآن، وبين الله جل وعلا اسمها صريحا في 4 مواضع من كتابه تشريفا لها وتكريما. فقال الله جل وعلا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وقال سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال جل وعلا قاصا عن الهالك فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر. ليس هذا فقط، بل أشار الله تعالى إلى مصر ولم يصرح باسمها في 30 موضع من القرآن، كقوله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني مصر. وقوله جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعنون مصر، إلى آخر هذه المواضع. إن مصر أيها المسلمون هي الأرض الطيبة التي قال الله تعالى عنها لما طهرها الله تعالى من فرعون وقومه، مدح الله تعالى مصر فقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. إن مصر فيها خزائن الأرض بشهادة ربنا جل وعلا لما قال عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يذكر الله تعالى قصة نهر في القرآن إلا نهر النيل. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في نيل مصر. قال الكندي: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله تعالى عليه في القرآن
بمثل هذا الثناء، ولا وصفه الله بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. نعم، إنني أتكلم عن مصر. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كلها بمصر وبأهلها، فقال بأبي هو وأمي إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي لفظ قال فإن لهم ذمة وصهرا، رواه مسلم. هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، وهي أم إسماعيل جد نبينا عليه الصلاة والسلام، هي مصرية من القبط، ومارية سرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأم ولده إبراهيم هي مصرية أيضا. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قبط مصر هم أخوال قريش مرتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، رواه مسلم. فهي وصية للأمة كلها لكل من تعامل مع المصريين أن يحسن إليهم وأن يكرمهم وأن يعرف قدرهم وأن يقف معهم عند حاجتهم وأن ينصرهم عندما يؤذون. الهدية إليهم من أفضل الهدايا، وأذيتهم من أعظم الرزايا. ولم يكتفي نبينا صلى الله عليه وسلم بمدح مصر وأهلها، بل أمر بالإحسان حتى إلى أقباطها، فقال صلى الله عليه وسلم الله 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 في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وعونا في سبيل الله، رواه الطبراني وصححه الألباني. نعم، وكم يسرنا والله ما نرى اليوم من تآلف بين مسلمي مصر وبين أقباطها، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعهم جميعا على العقيدة الصحيحة التي بعث الله تعالى بها عيسى وبعث بها محمدا وبعث بها جميع الأنبياء عليهم السلام، وهي أن يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. أيها المصريون، الإسلام فيكم وجد أعياده، وكنتم يوم الفتح أجناده، وكنتم عام الرمادة مداده، وأحرقتم العدوان الثلاثية وأسياده، وحطمتم خط بارليف وعتاده، وكنتم يوم العبور أسياده وقواده. يا أهل مصر، يا أهلي ويا مشايخي ويا من أخذت عليهم الأسانيد في قراءة القرآن، يا أصحابي، إن في أرضكم الوادي المقدس طوى، وفيها الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام، وفيها الجبل الذي تجلى الله جل وعلا إليه فانهد الجبل دكا، وهي مبوأ الصدق الذي قال الله تعالى عنه ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وفي أرضكم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من أصله من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة، رواه مسلم. وفي أرض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى عليه السلام وأمه، قال جل وعلا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وعلى أرض مصر ضرب موسى عليه السلام بعصاه فانفلق الحجر له ماء وانشق البحر له فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم، إنها مصر. إذا أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر، إذا أردت اللغة والفصاحة فإنك تنتهي إلى مصر، إذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفت لزاما إلى مصر. إننا لا نتحدث عن بلد عادي، إننا نتحدث عن بلد عظيم القدر جليل الجناب. أشار الله تعالى لكبر مصر وأشار لعظم مساحتها، فقال جل وعلا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وهذا يدل على كثرة مدنها ولعظم قدر مصر. منذ القديم افتخر الهالك فرعون أنه يملكها دون غيرها، فقال كما حكى الله جل وعلا عنه أليس لي ملك مصر. قال عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه قال ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني أن كل بلاد الإسلام في كفة، وإن الذي يلي على مصر يكون أخذ الكفة الأخرى. وقال سعيد بن هلال إن مصر
أم البلاد وغوث العباد. إن مصر مصورة في كتب الأوائل، وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان. وقال الجاحظ إن أهل مصر يستغنون بما فيها من خيرات عن كل بلد، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور ما ضرهم. وفي مصر رباط الإسكندرية الذي رابط فيه العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون والأبطال والشجعان. قال أبو الزناد صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خير سواحلكم رباطا الإسكندرية. وقال سفيان بن عيينة يوما لأحمد بن صالح قال له يا مصري أين تسكن؟ قال الفسطاط. قال فأتي الإسكندرية فإنها كنانة الله التي يجعل فيها خير سهامه. وعند المصريين جامع عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول جامع بني في قارة أفريقيا، وقد ضبط قبلته جماعة من الصحابة قدروا ب80 صحابيا اجتمعوا عنده عند بنائه وقدروا قبلته يوجهوه إليها. وعند المصريين جامع الأزهر الذي له الفضل المشهور والعلم المنثور والتقدم الكاسر والارتفاع القاهر، العلماء فيه متكاثرون والعباد فيه قائمون والزوار إليه متوافدون. مصر قادت الأمة الإسلامية أكثر من 265 سنة كانت الخلافة في مصر، من بعد انقطاع الخلافة من بغداد في عام 656 للهجرة إلى انتقال الخلافة إلى العثمانيين بتركيا في عام 924. بينهما أكثر من 265 سنة كانت الخلافة في مصر، وهي التي تقود بلاد الإسلام. أما أهل مصر فيكفيهم شرفا وفخرا أن الله تعالى اختار منهم الأنبياء، وجعل الله تعالى الأنبياء يسكنون بين ظهرانيهم. فهذا الخليل إبراهيم شيخ الموحدين وأفضل المرسلين وجد خاتم النبيين أتى مصر مع زوجه سارة وتزوج هاجر المصرية. وهذا يعقوب عليه السلام دخلها مع أبنائه الأنبياء وفيها توفوا ودفنوا فيها. وهذا يوسف عليه السلام سكن مصر وحكم فيها وتوفي ودفن فيها. وهذان موسى وهارون عليهما السلام ولدا في مصر وعاشا فيها. وهذا يوشع بن نون ولد بمصر وعاش فيها. وهذا الخضر وهذا أيوب وإشعياء وأرميا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلهم دخلوا مصر ومنهم من مات فيها. ولقد ضرب الله تعالى بأبطال مصر أمثلة في كتابه. فمن المصريين مؤمن آل فرعون البطل الثابت على الحق الذي قال الله جل وعلا عنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وهو مصري. ومن المصريين الرجل المؤمن الذي حذر موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ومن المصريين السحرة الذين ذكر الله تعالى قصتهم لما آمنوا وصدقوا وكانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. إنها بلاد الأبطال. قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. هذه الحضارة معجزات في الورى عقم الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. والنيل يتبع وحي منشئ قطره كالطير حين الوحي عام الفيل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر ميلي بتيه يا كنانة ميلي. يا أم إسماعيل وصلك واجب من عق مصر فقد أتى بجليل. هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. أما نساء مصر
فيكفي المصريات فخرا وعزا وشرفا أن سيد الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام كانت جدته هاجر مصرية، وأم ولده مارية مصرية. ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما لامرأة مصرية ولابنها هاجر وابنها إسماعيل. ويكفي المصريات فخرا أن هاجر المصرية لما سعت ما بين الصفا والمروة خلد الله تعالى فعلها، وأمر الله تعالى الأنبياء وسائر الأولياء والحجاج والمعتمرين بأن يسعوا كسعيها. ويكفي المصريات فخرا أن أم موسى عليه السلام مصرية، وأن آسية امرأة فرعون مصرية التي قال الله جل وعلا عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ويكفي المصريات فخرا أن المرأة الصالحة التي كانت ماشطة لبيت فرعون كانت مصرية. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لما كان الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. رواه الحاكم وصححه. أيها الناس، إن أهل مصر هم من ألين الناس تعاملا وأحسنهم أخلاقا وأدبا. قال تاج الدين الفزاري: من أقام في مصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنا. وقال ابن ظهيرة عن أهل مصر: قال: حلاوة لسانهم وكثرة مودتهم للناس ومحبتهم للغرباء ولين كلامهم وحسن فهمهم للشريعة مع حسن أصواتهم وطيب نغماتهم وشجاها وطول أنفاسهم وأعلاها. فمؤذنوهم إليهم الغاية في الطيب، ووعاظهم إليهم المنتهى في الإجادة والتطريب. ونساؤها أرق النساء الدنيا طبعا، وأحلاهن صورة ومنطقة، وأحسنهن شمائل، وأجملهن ذاتا. وما زلت أسمع قديما عن الشافعي أنه قال: من لم يتزوج بمصرية لم يكمل إحسانه. أيها المسلمون، ولقد سكن مصر بعد فتحها جماعة من أصحاب سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لما أحصي عدد الصحابة الذين دخلوا مصر أو سكنوا فيها أو زاروها أو حكموها أو دفنوا في ترابها فتعدوا 350 صحابي. أكثر من 350 صحابي كلهم قد أتوا إلى مصر، منهم من جاءها رسولا إليها أو حاكما لها أو مجاهدا فيها أو معلما لأهلها. منهم عمرو بن العاص، عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن عمرو، وكلهم قد ولي إمرة مصر. منهم جابر بن عبد الله بن حرام، منهم الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم عبادة بن الصامت، منهم عبد الله بن عباس، منهم عمار بن ياسر، منهم أبو أيوب الأنصاري وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وهو آخر صحابي مات بمصر. 350 صحابيا تخيرت أبرزهم، لكن كلهم قد سكن مصر أو زارها. في مصر ولد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، إذا تكلمنا عن مصر فإننا نتكلم عن بلاد العلماء الذين وصلوا أثرهم إلى كل الدنيا. منهم صحابة كرام وتابعون أعلام، منهم الليث بن سعد وهو إمام المصريين الذي قال فيه الشافعي: الليث بن سعد أعلم من مالك. ومنهم القارئ ورش، إذا سمعت من يقول على قراءة ورش فاعلم أنه مصري. اليوم أكثر أهل أفريقيا والمغرب يقرؤون بقراءة هذا المصري. ومنهم الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة، ومنهم أصحابه، ومنهم الشافعي الإمام، وله أئمة كثر كلهم من طلابه وكلهم من المصريين. ومنهم سعيد بن كثير بن عفير، وكان إماما عالما. قال عنه يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل لما سئل عن مصر قال: رأيت في مصر 3 عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن كثير بن عفير. وكان عالما إماما. ومنهم عبد الملك بن هشام صاحب السيرة النبوية المشهورة. ومنهم الإمام الطحاوي الذي ألف العقيدة الطحاوية، وهي تدرس اليوم في كل الدنيا، وتدرسها الجامعات هنا في المملكة العربية السعودية، تدرسها لطلابها وتدرس في أنحاء الدنيا. ألفها الإمام الطحاوي المصري.
ومنهم الإمام ابن النحاس، ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي، ومنهم شيخ الحنابلة الحافظ عبد الغني المقدسي. فإذا ذكرت الحنابلة وذكرت الفقه الحنبلي رجعت لزاما إلى عبد الغني المقدسي، وكان قد خرج من الشام وسكن في مصر. ومنهم الإمام البطل العز بن عبد السلام، ومنهم ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، ومنهم القارئ العظيم الذي تحفظ منظومته طلاب كثر وطالبات في أنحاء الدنيا، الإمام الشاطبي. من الذي لا يعرف الشاطبي؟ وهو الذي ألف منظومة في 1000 بيت في تلاوة القرآن وقراءته، ثم أخذ المنظومة وألفها وطاف 1000 أسبوع حول الكعبة، والأسبوع هو 7 أشواط طافها، ثم جعل يدعو الله تعالى وهو يطوف أن يبارك في هذه المنظومة. وقد انتشرت انتشارا عظيما مما قال فيها، يقول: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جده، جديدا مواليه على الجد مقبلا. وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريئا والداك، عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلا حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. ومن المصريين مؤلف كتاب الترغيب والترهيب عبد العظيم المنذري، ومن المصريين الإمام القرافي، وهو من أذكياء العالم ومن أئمة الدنيا ومن أعيان المذهب المالكي. ومن المصريين ابن دقيق العيد الذي لم ترى الدنيا مثله أبدا. ومنهم خليل المالكي. إذا سمعت بمختصر خليل الذي يعول عليه المالكية اليوم في دروسهم وجامعاتهم فاعلم أنه مصري. ومنهم ابن هشام النحوي، ومنهم الإمام الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، ومنهم ابن حجر العسقلاني الذي ألف فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ومنهم محمود العيني الذي ألف عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وإليه ينسب اليوم قصر العيني في مصر. ومنهم المقريزي، ومنهم صاحب كتاب تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي الذي أتمه بعد ذلك الإمام السيوطي، وكلاهما مصري. ومنهم الحافظ السيوطي، ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي وصل عمره 100 سنة وهو لم يترك صلاة الليل إلى أن مات. ومنهم الإمام الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي من سلالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنهم الشيخ أحمد الدردير، وكان عابدا عالما صالحا، جلس في الأزهر يوما يعلم طلابه، فلما دخل أحد الولاة وكان يريد أن يستميل المشايخ لبعض الفتاوى التي يريدها لإلزام بعض الناس بأمور، فقام الطلاب خائفين من كثرة الجند ومبجلين لهذا الوالي، فأخذ مصحفا ووضعه في حجره وجعل يتلو القرآن وقد مد رجليه، فمر به الوالي قال: من هذا؟ قالوا: هذا الشيخ أحمد الدردير. قال: فلماذا لم يقم لما رآني؟ فحاولوا أن يعتذروا له، فحنق عليه هذا الوالي. ثم ذهب الوالي إلى قصره وأخذ صرة أرسلها مع أحد العبيد، قال: أعطي هذاك الشيخ الذي كان مادا لرجليه لما مررنا به. فلما أقبل إليه ذلك العبد وناوله الصرة علم الشيخ أن ذلك الرجل أراد أن يذله بقبول المال، فنظر إلى هذا الرسول وقال له: أرجع إلى من أرسلك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. أما أبطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم يطول. كثير من القادة
مع صلاح الدين الأيوبي كانوا من المصريين، منهم القائد حسام الدين، وكان قائدا للأسطول البحري المصري، كان شوكة في حلق الإفرنجة. قال عنه الإمام ابن كثير: كان البحر في البحر، فكم من شجاع أسر، وكم من مركب كسر، وكم من أسطول فرق شمله، وقارب غرق أهله، مع كثرة الصدقات. قال: ولما عمل أرناط الصليبي مراكب وأسطول وجعلها في البحر الأحمر ليغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إليه حسام الدين بأسطوله المصري ودك أسطول الفرنجة حتى قتلهم عن آخرهم. ومن أبطال مصر الذين سكنوها صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت المقدس. أيها الناس، بل أيتها الدنيا كلها، لن ينسى التاريخ أبدا أبطال مصر الذين ردوا الحملة الصليبية التي قادها ملك فرنسا واستولى على دمياط، فكمن له الأبطال في مصر وأذاقوه سوء العذاب وأبادوا جيشه وكانوا عشرات الآلاف. ثم أخذوا هذا القائد الفرنسي وحبسوه في دار تسمى دار ابن لقمان في المنصورة، ووضعوا القيود في رجليه ويديه، ووكلوا به حارسا يسمى صبيح، ثم فدى نفسه بأموال كثيرة عظيمة فأطلق. ثم لما وصل إلى بلده حدثته نفسه أن يعود مرة أخرى لغزو مصر، وجعل يجند الجند لذلك، فأرسل إليه جمال الدين بن مطروح قصيدة يقول فيها: قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قؤول فصيح، أتيت مصر تبتغي ملكها، تحسب أن الزمر يا طبل ريح، وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح، وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح، 50,000 لا ترى منهم إلا قتيلا أو أسيرا جريح، وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لقصد صحيح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطوشي صبيح. فلما وصلت القصيدة إليه فزع واضطرب وعدل عن غزو مصر. ومن المصريين الأبطال سلطان المماليك قطز سلطان، وهو الذي قاد معركة عين جالوت. ومن المصريين الأبطال ضباط وجنود شاركوا في حروب فلسطين وفي غيرها من مواقع الجهاد في سبيل الله. وإذا ذكرت مصر وتاريخها ذكرت العباد والزهاد، ذكرت حيوة بن شريح، وذكرت أبا محمد بن سهل، وكان عابدا صالحا آمرا بالمعروف داعيا إلى العقيدة الصحيحة، وكان يذم العبيديين الشيعة الذين حكموا مصر فترة. فجاء به الخليفة العبيدي وقال له: سمعنا أنك تقول لو أن معي 10 أسهم لرميت الصليبيين ب1 ورميت العبيديين ب9، فهل هذا صحيح أنك قلت ذلك؟ فقال: لم أقل هذا. قال: إذا ماذا قلت؟ قال: قد قلت لو معي 10 أسهم لرميت العبيديين ب9 ورميت العاشر فيهم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وتنقصتم القرآن وذممتم صحابة رسول الله ووقعتم في عرضه وغيرتم الدين وقتلتم أهل السنة. قال: فغضب عليه وأمر به فربط، ثم دعا رجلا يهودي وقال: قطع لحمه حتى يموت، فجعل يقطع لحمه قطعة قطعة وهو يتلو القرآن، وذاك اليهودي يسلخ جلده سلخا كما تسلخ الشاة وهو يتلو القرآن، وذاك العبيدي ينظر إليه، حتى رق له اليهودي وطعنه بالسكين في قلبه ليقتله حتى يريحه من كثرة العذاب. إمام من أئمة مصر. وفي مصر أيها المسلمون من الأدباء والكتاب والشعراء أعداد لا يستهان بها ممن زاروها أو كانوا من أهلها. فإذا ذكرت وقرأت الشعر الرائق
لجميل بثينة وهو من أفصح الشعراء فاعلم أنه مصري. وإذا قرأت الشعر الرائق لكثير عزة واعلم أنه مصري. وإذا قرأت شعرا لأبي نواس فاعلم أنه مصري. وإذا قرأت للشاعر الشهير المتنبي أحمد بن الحسين فاعلم أنه أقام بمصر 4 سنوات. إنك تتكلم عن بلد عظيم لا يزال له إلى اليوم ما يؤمل له من قيادة الأمة ومن سير على منهاج أجداده من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المصريون لا تكاد أن تجد أحدا من القراء في العالم من قراء القرآن وممن معهم إجازات في أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن إلا وجدت للمصريين عليه يدا. إما أقرأه مصري أو حفظ القرآن على مصري أو ضبط تجويده مصري أو كتب له هذا السند مصري. وما تكاد تجد إلى اليوم حتى المشايخ والعلماء في الأرض كلها إلا وتجد منهم من قرأ على مصري أو درسه في الجامعة مصري أو صلى به إماما يوما من الأيام مصري. ولا ينكر فضل هؤلاء العلماء أحد. مدرسوها وأساتذتها لهم فضل كبير على العرب وعلى المسلمين بل على جميع العالم في مساجدهم وجامعاتهم ومدارسهم. ولمصر من العلماء في الطب وفي الذرة وفي الهندسة وفي الدعوة وفي الأدب وفي غير ذلك أمر لا يدرك شأوه أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة وأن يحفظ مصر خاصة. وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. أسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم من أرادهم بسوء أو دبر لهم مكائد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن الله جل وعلا أمر بالإحسان والتقوى ونهى الله تعالى عن الفرقة والشتات. ونسأل الله جل وعلا لإخواننا في مصر وفي غيرها أن يجمع الله تعالى شملهم. أسأل الله أن يجمع شملهم وأن يصب عليهم الخير صبا صبا ولا يجعل عيشهم كدا كدا. اللهم إنا نسألك لكل بلداننا يا حي يا قيوم. إنا نسألك لأهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام أن تولي عليهم خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم وأن تجمع شملهم وتؤلف قلوبهم وتصب عليهم الخير صبا صبا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم اجعل الدائرة لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجمع كلمتهم وأن تؤلف قلوبهم وأن تؤيدهم بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم أن تشفي مريضهم وترحم ميتهم وتتقبل شهيدهم وتنصرهم وتشفي صدور المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.